وهذا المنهج منهج الصوفي يستمد أصوله وفروعه من الكتاب والسنة واجتهاد العلماء فيما لم يرد فيه نص أو نصا فجعلوه علما سموه بعلم التصوف أو علم التزكية أو علم الأخلاق. إذا كنا نتحدث عن التصوف يعني نتحدث عن ماذا؟ عن الأخلاق. نعم. والمناجاة، المناجاة كلمة مشتقة لها دلالات كثيرة في المحاضرة بعنوان دور المناجاة الصوفية في بناء القيم الأخلاقية. وسوف يقدم هذا الموضوع الأخ الدكتور إن شاء الله عن قريب، كما ذكر بأن الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن حاليا طالب الدكتوراه في جامعتنا وأنا الذي أشرف عليه، فأنا أطمئن اليوم إن شاء الله في وقت قريب جدا سوف يأخذ هذا اللقب إن شاء الله. هذا الذي يقدم إلينا المحاضرة كما قلت الدكتور إن شاء الله عبد الحكيم عبد الرحمن النحوي، وهو صاحب المؤلفات العديدة. حتى الآن رأيت بعض المؤلفات التي قدمها هدية إلى المدير وإلى مضيفنا الكريم، فله مقالات عديدة في المجلات العلمية المحكمة، وله مؤلفات كثيرة في مجالات مختلفة في اللغة وفي البلاغة وفي الشريعة وما يتعلق إلى ذلك. ولعل أجل ما كتبه الأخ عبد الحكيم عبد الرحمن هو ذلك الكتاب الموسوم بالعلامة إيلوري فقيها، فهو من أجمل ما قرأت لهذا المحاضر. وأنا متأكد وهو أيضا صوفي، ليس مجرد كاتب، هو أيضا صوفي، وسوف يتيفنا إن شاء الله بهذه المحاضرة العلمية التي يقدمها إلينا. وأرجو من الإخوة أن لا ينسوا السؤال الذي طرحته، أو تريدون أن أزيد سؤالا آخر؟ اكتفوا بهذا الواحد إن شاء الله حتى نجيب عنه. تفضل يا أستاذ عبد الحكيم، ونعطيكم 20 دقيقة لإلقاء هذه المحاضرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة على خير من أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الشروع في صميم يعني البحث أو المقالة، لابد أن ألقي تحيات خاصة إلى منظم هذه الندوة العلمية الثقافية، تلك الأسرة المباركة التي صنعت تاريخا ولم تزل تصنع تواريخ. الأب المرحوم المتوفى قد صنع تاريخا، وهذا التاريخ نقرأه في أبنائه، والأبناء أيضا يصنعون تواريخ التي نقرأها وسيقرأها الجيل القابل إن شاء الله. أخص بالذكر الشيخ المدير عبد القادر إن لم أنسى اسمه، أذكر ذلك الاسم بتقدير، وأيضا الشيخ الأستاذ محمد مختار وجميع الأبناء لمولانا الأب المرحوم، جزاكم الله خير الجزاء. وكذلك أخص يعني بالذكر والثناء ذلك الأستاذ الدكتور البروفيسور في البلاغة الذي أتانا بمكان صحيح، الشيخ لقمان نور الدين علاوي أدام الله حياته. إذا أثبتنا بأن الشيخ عبد الباقي أغاكا هو رسول البلاغة، فإن بروفيسور علاوي هو خليفته في حال حياته وبعد مماته. وأنا متأكد بما قلت بأن البروفيسور عبد الباقي شعيب أغاكا رسول البلاغة، وخليفته هو البروفيسور
لقمان علوي إنه ذو مواهب متعددة، إنه شاعر مفلك، كاتب ماهر، خطيب مفوع، تعرفه الأعلام، وهو معروف لدى العرب. قد حضر منتديات كثيرة ومؤتمرات متعددة حيث ألقى محاضرات قيمة في بلاد العرب. جزاكم الله خير الجزاء. لما وصلتني هذه الدعوة بأني سأشارك في هذه الندوة المباركة، خطر ببالي بأن هذه الندوة هي مناقشة قبل المناقشة. نعم، موضوع إن شاء الله أنا أحيي جميع الحاضرين العلماء، لا يسعني أن أذكركم يعني اسما بعد اسم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، موضوع مقالة دور المناجاة الصوفية في بناء القيم الأخلاقية. إن هذا الموضوع ثري مناسب جدير بأن تجرى عنه بحوث علمية لما له من العلاقة المتينة بعلم الأخلاق. ولقد علمنا بأن الأخلاق لها ربط وثيق بالعقيدة الإسلامية كما لها صلة قوية بالعبادات. ولقد أصبنا في مجتمعنا هذا خصوصا بلاد يوروبا بأناس يهدمون مبنى الأخلاق الحسنة هدما تدريجيا، ويعملون لإنهيار الأعمدة المتينة التي بناها الإسلام في رحاب الأخلاق الطيبة. فالصوفيون الأوائل عرفوا بأصحاب السلوك وأرباب الأحوال، لأن التصوف يهتم بمقام الإحسان، وهو منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى معرفة الله والعلم به. والتأكد بمقام الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك عن طريق الاجتهاد في العبادات واجتناب المنهيات وتربية النفوس وتطهير القلوب من الأخلاق السيئة وتحليتها بالأخلاق الحسنة. وهذا المنهج منهج الصوفي يستمد أصوله وفروعه من الكتاب والسنة واجتهاد العلماء فيما لم يرد فيه نص أو نصا فجعلوه علما سموه بعلم التصوف أو علم التزكية أو علم الأخلاق. إذا كنا نتحدث عن التصوف يعني نتحدث عن ماذا؟ عن الأخلاق. نعم. والمناجاة، المناجاة كلمة مشتقة لها دلالات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وفي المدلول الاصطلاحي هناك تعريفات كثيرة لدى المتصوفين والأدباء، لأن المناجاة يعني المناجاة تناول جانبين، جانبا عند الأدباء وجانبا عند ماذا؟ عند المتصوفين. قال إمام الكشيري بأن المناجاة هو المسامرة بين الحبيبين لا يسمعهما ثالث، يعني حديث السر بين من حبيبين لا يستدرك إليه سمعا ثالثهما. وكذلك الدكتور زكي مبارك قال في هذه كتبه بأن المناجاة تتمثل في حب الذات الإلهية وفي الأدعية وفي الأوراد. ومن خلال هذه التعريفات نصل إلى أن المناجاة خطاب خاص يتوجه به العبد إلى خالقه المعبود للتضرع إليه وإظهار محبته له للوصول إلى التجليات الإلهية والقرب منه والفناء فيه.
ولمناجاة خطاب خاص بين العبد وربه المعبود جل وعلا سبق إليها الأنبياء والرسل واقتدى المسلمون بسيرهم فيها وهذا الخطاب لا ينفرد بها الصوفيون دون غيرهم من المسلمين، لكن الصوفية هم الذين يطلقون عليه مصطلح المناجاة ولهم أساليب خاصة فيها. وكلما يدعو المسلم ربه بالتضرع والخفية فهو يناجيه، وكلما يسدي إليه الشكر فهو يناجيه، وكلما يقصد ربه بحاجة فهو يناجيه. وما هو يعني القيم الأخلاقية؟ القيم الأخلاقية هي المعرفة الشاملة لكل صفات الحسنة التي ترضي المولى أولا والخلق ثانيا، وتكتسر الأخلاق والقيم التابعة لها على الإنسان دون الحيوان. نعم، أهمية القيم الأخلاقية تكمن في أنها تلعب دورا مهما في حياة الإنسان، فهي تؤثر عليه بشكل مباشر في سلوكه وتصرفاته مع العائلة والأصدقاء وجميع الناس في كل مكان، كما أنها يعني القيم الأخلاقية تساعد في العثور على هدف الإنسان في حياته، كما أنها تساعد الإنسان على التعامل مع المواقف الصعبة التي ممكن أن يتعرض إليها. نعم، للمناجاة الصوفية سورتان، أولاهما مناجاة بين الشيخ الكامل والمربي السالك، وهو أن يتحدث الشيخ الكامل مع المريد السالك على ما ينفعه في سير إلى الله من العقيدة الصحيحة والمثال بالشريعة الإسلامية والتخلق بالأخلاق الحسنة والاجتناب المحرمات الدينية والمنكرات من الأفعال والأقوال. والثاني مناجاة بين العبد الصادق وربه الخالق جل وعلا، حيث يتضرع العبد إلى الله خالقه ويبتهل كما في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: اللهم إليك دافع قوتي وكلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أم قريب ملكته أمري، إن لم تكن ساخط علي فلا أبالي، إلى آخر هذه المناجاة. فالمناجاة الأولى بين الشيخ الكامل تؤثر يعني والمريد السالك، هذه المناجاة تؤثر في شخصية المريد وأخلاقه إلى حد يجعله متأثرا بالمناجاة بينه وبين ربه الخالق. يعني قبل أن ينتفع المريد من مناجاته بينه وبين ربه لابد أن قد تأثرت في شخصيته تلك المناجاة الخاصة بينه وبين شيخه يعني الكامل، لأن الشيخ هو الذي يربي نفسه، هو الذي يسلك به في طريقه سير مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وهناك خطاب، ولكن قبل أن أتطرق إليها لابد أن أقسم المناجاة بين العبد وربه. المناجاة بين العبد بين الله سبحانه وتعالى وعبده تنقسم إلى ثلاثة. هناك مناجاة الراغبين السائلين، يتمثل هذا النوع من المناجاة في الأدعية والتوسلات التي يناجي بها العبد ربه جل وعلا رغبة في قضاء حاجة من حاجاته الدنيوية والأخروية، ويجلب في هذا النوع طلب العون من الله سبحانه وتعالى لجلب منفعة يتعذر للمناجي نيلها أو دفع مضرة يحصل عليها التخلص منها. الثاني مناجاة المتعبدين السالكين، يتمثل هذا النوع في الأدعية والتوسلات التي يقول العبد مناجيا ربه تعبدا له وطلبا للوصول إلى حضرته ليكشف له الحجب الكثيفة ويتلاشى رعونات قلبه حتى يصل إلى مقام الفناء في الله عز وجل. وإن أصل هذا النوع في الاستغفار والتوبة والشكر والحمد. والثالث مناجاة المحبين الواصلين، هي المناجاة ذات خطاب خاص يسامي العبد الواصل والولي الكامل ربه ويخاطبه فيها مخاطبة حبيب لمحبوبه،
ويغلب على هذا النوع من المناجاة روح الحب الإلهي والتلذذ بذكر الذات العلية والتبجل بالمكاشفات الربانية والعطاءات المعرفية الإلهية، كما في إحدى المناجات لربيع العدوي: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك أما سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. هذه مناجاة المحبين. المحبون لا يطلبون حاجة من هذه الدنيا عند ربهم، وهم يخاطبونه مخاطبة حبيب لحبيبه، لأنهم هم يستلذون بالمعارف الإلهية والكشوفات الربانية التي قد أمها الله عليهم. هذه هي أقسام للمناجاة بين العبد وربه. نعم، لأجل الوقت لابد أن أمثل ببعض القصائد وبعض الأدعية للمناجاة بين الشيخ والمريد. قلت سابقا بأن الشيخ هو الذي يربي مريده، والشيخ الواصل في اصطلاح الصوفي هو ذلك الوارث المحمدي الذي يسلك بالمريد في سيره إلى الله. وقبل أن يبدأ هذا السير لابد من تهذيب قلب المريد، لابد من تصفية نفسه من الرعونات القلبية والأمراض الباطنية. إذا لم يكن المريد شافيا من هذه الأمراض لا يمكن له أن يسير في طريق إلى الله. لذلك الشيخ المريد في بداية الأمر يلقي إلى مريده بعض الكلمات والوصايا التي تمس بالأخلاق. تمس بماذا؟ بالأخلاق، لأن الأخلاق الطيبة لا صلة بالولاية الربانية. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا كذا كذا. قال: المفلس يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ولكن قد شتم هذا، وقد أكل مال هذا، قد فعل هذا كذا بهذا وهذا وهذا. لماذا؟ من سوء أخلاقه. وهذه العبادات والتضرعات التي قد قدمها إلى ربها تكون ماذا؟ هباء منثورا. لماذا؟ لأجل الأخلاق السيئة التي قد وقع فيها في حياته. وأنا أقول وأقرر: من لا خلق له لا ولاية له. من لا خلق له لا ولاية له. الولاية ليس يعني بأخذ السبعة ولبس الثياب الفاخرة، لا، ولكن أول شيء يربي الشيخ الكامل مريده عليه هو الخلق، الخلق الحسن. قال أحد الأولياء لمريده: بادر لأمر وابتسل بوقته، واجتنب النهي بكل سمته، فالأمر ما استطعت منه فعلا، والنهي فاجتنبه حيث جلى. وقال: ولن ترى بابا من الأبواب وغيرها يخرج عن هذا الباب، لذلك فامتثل لأمر وانتهى أما نهي عنه، وذلك هو الباب. هذا هو المناجاة بينما الشيخ ومريده. وكذلك قال الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني لمريديه: ودونك ذل النفس فابقها، إنه يرقي على الأفلاك فوق المجرة، وإياك والإعطاء للنفس حظها، فذلك هو الإغواء أصل البلية، وإياك أن تعنى بنفسك والكها على الزبل، وإن شئت المعالي بسرعة، ومزق ثياب العز في جنب وصلها، فإن فناء النفس شرط لوصلة. لا ينبغي للصوفي أن يتكبر أو أن يتقمص قميص العزة. كذلك قال هذا الأولياء
لمريده قال وكف لسان الشر عن كل مؤمن ولا ينهم تلقى من الشر واقيا صموت حيي ذاكر متورع محب شكور هايم في الأولية صبور على ريب الزمان مسلم لما تبدي فينا البلايا السماوية عفو عن الزلات مقد إذا بدت عورات إخوان كريم مداوية وواصل رحم التبن والدين واصل رحم التين والدين لا تكن مقاطع أرحام ولا تك ساهيا وأخلص عبادات لربك جاهدا حظوظك جهدا لا تكن مرائيا وراكب إلى الأرش دأبا لتحفظا طوارق آداب ولا تك لاهيا. هذه هي المناجات بين الشيوخ ومريديهم التي تحمل أخلاقا طيبة وتكمن فيها وصايا عن الأخلاق وتهذيب النفوس. نعم، المناجاة بين العبد وربه. هناك ما يسمى بالمقامات والأحوال عند الصوفيين. لا ينبغي للصوفي أن يترقى من مقام إلى مقام آخر بدون أذكار بدون مناجات. وهذه تعد المقامات والأحوال قناطر يجتازها العبد ويعبر عليها للحصول الكامل إلى الحضرة الإلهية. قال الإمام جنيد لا يبلغ العبد إلى حقيقة المعرفة وصفاء التوحيد حتى يعبر الأحوال والمقامات. عند الصوفيين يعني الصوفيون قبل أن يجتاز المريد هذه المقامات وضعوا مراحل مبدئية يعني للنفوس، وقسموا النفوس إلى ماذا؟ إلى 7: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس يعني الملهمة إلى آخرها. هذه المراحل لها صلة بماذا؟ بالأخلاق. المرحلة الأولى هي مرحلة النفس الأمارة بالسوء. هذه هي نفوس الكفار، نفوس الذين يرون الشر خيرا. قبل أن ينتقلوا من يعني قبل أن تنتقل هذه النفس من هذه الدرجة لابد من أذكار. لذلك الشيخ الكامل يحدد ويعين لمريديه لازم هذه الأذكار، لازم هذه الأسماء. بملازمة هذه الأسماء تصفو نفسه وتشفي نفسه من ماذا؟ من هذه الأمراض. لأن ذلك المريد لا ينبغي له أن يترقى إلى درجة أخرى بدون نبذ هذه الرعونات. لذلك هناك علاقة متينة بين التصوف وماذا؟ والأخلاق. كذلك النفس اللوامة، هذه النفس من صفاتها المكر والعجب والتمني والقهر. يعني والشيخ يحدد له يعني المريد بعض الأذكار، منها كل لا إله إلا الله، كل كذا وكذا إلى آخر هذه ماذا؟ إلى آخر هذه النفوس. نعم، أثر المناجات والمقامات في أخلاق المريد. نعم، هناك مقام التوبة. في هذا المقام العبد يتوب إلى ربه. هناك يعني قصائد يعني التوبة صاغها العلماء، منها ما قال شيخ إبراهيم إياس: بسم الله تبت إني تبت لما فعلت أو قلت أنا ضعيف حار الجبارة أنبت يومي أكتفي الأبرار تبت وقد ضيعت حق الله وحق خلقه بلا تناهي تبت من الأقوال والأفعال والحركات بل الأحوال. نعم، كلما قرأ المريد هذه المناجاة بحضور القلب وخشوع النفس وتذكر ما قد اقترف من الذنوب شعر بالندم وتجهش إلى البكاء، وهوامع الدموع التي تجري من خديه تصرف وجهه عن الأخلاق السيئة وتحبب إليه فعل الأخلاق الطيبة. هذه التوبة
لم تكن مجرد توبة بل فيها يعني نوع من تصفية النفوس من ماذا؟ من الذنوب. وهناك مقام الصبر وهناك مقام الرجاء. في هذه المقامات ينال المريد ما يتخذ به من الرغبات. والسلام عليكم. طيب إن شاء الله يمكن أن تكتب. نعم. ما دام افتتحت نسمح لك أن تكتب. لما يعني وأنا أسأل لماذا لا تؤثر المناجات في أخلاق كثير من الصوفية في هذا الزمان؟ أولا قلة العلماء الصالحين والشيوخ الكمل. كل صوفي هو شيخ في زاويته، هو شيخ في بقعته، هو شيخ يعني أمام مريديه. الثاني قلة العلم وعدم فهم المعاني المتضمنة في المناجاة. المريد إذا بدأ يقرأ هذه المناجات ولم يفهم معانيها لا تؤثر هذه المناجات في ماذا؟ في أخلاقه. كذلك الإفراط في حب الدنيا وجلب حطامها ونيل ملذاتها. كذلك العناية البالغة بالأدعية التي تجلب يعني تقضي فيها المنافع الدنيوية. أكثر المريدين في هذا الزمان يجلسون للدعاء لقضاء الحاجات فقط لا لقرب الله سبحانه وتعالى. كذلك طلب الشهرة الذي يعرض الناس عن مصاحبة الشيوخ والأخذ بالتربية كاملة من عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبير الله. جزا الله المحاضر خير الجزاء. وأنا متأكد بأن هذه المحاضرة كلها تحتاج إلى زيادة التوضيح، لأن المحاضرة بطبيعتها واضحة والنقاط التي أثارها الدكتور كلها واضحة، فنشكره شكرا جزيلا ونتمنى الله من الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق. وهذه النقاط التي أثارها معالي الدكتور أريد أن نحافظ عليها وأن نجعلها بذاكرتنا، لأن تلك النقاط التي ذكرها أخيرا هي المشكلات التي تواجه التصوف اليوم في مجتمعنا. وهذه الأمراض هي أمراض حقيقية لو تأملنا في أنفسنا وتأملنا فيما يقع في مجتمعنا ندرك بأن هذه الأمراض التي ذكرها الدكتور هي أمراض واقعية. حب الدنيا، حب الشهرة، العناية، التركيز في الدعاء على الدنيا، قلة العلم. الإنسان يأخذ بيعة الصوفية ولا يعرف مفهوم هذه البيعة. وفي مجتمعنا اليوم نجد كثيرين من الرجال يدعون أنهم خلفاء، يدعون أنهم شيوخ في طريقة من الطرق الصوفية، لكن لو سألتهم عن المؤسس تلك الطريقة لا يعرف شيئا عن المؤسس. إنسان وصل إلى مرحلة الخليفة في تجانية، لكن اسألوا من شاء عمل تجاني ولا تستغرب، قد يقول لك بأنه من بني ريبوبليك. أليس من الغرابة اليوم أن نجد من المقدمين أو من الخلفاء من لا يعرف الفرق بين شيخ أحمد التجاني وشيخ إبراهيم نياس، بل يظن أن الرجلين رجل واحد. أليس من العجب اليوم أن نجد من يدعي أنه شيخ في طريقة ولديه وتاته آلاف من المريدين ولا يوصن ولا يتقن قراءة القرآن. أليس من الغرابة اليوم أن نجد شيخا الذي يربي القلوب ويربي الأرواح هو بنفسه في حاجة ماسة إلى الطبيب يداويه، قلبه مليء مفعم بالأدواء، وهو تحته آلاف من المريدين والمريدات يظنون أن مداواتهم في يد هذا الرجل الجاهل الذي لا يعرف شيئا. أليس من الغرابة اليوم أن نجد من الذين يتصدون حتى ليس بالتصوف فقط، الذين يتصدون للدعوة في مجتمعنا
بل بعضهم يوصلون بأنفسهم إلى مرتبة الإفتاء والاجتهاد ولا يفرق بين الفاعل ونائب الفاعل ويفتي بالدين. إذا كان أبو بكر الصديق قد سأله الصحابة أن يتصدى لتفسير القرآن، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تكلوني وأي سماء تزلني إن قلت في القرآن ما لا أعلم. هذا أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، صادق الصديق الخليفة الأول للإسلام لم يتجرأ على تفسير القرآن. وفي مجتمعنا اليوم آلاف وملايين من المفسرين حتى مجرد تفسير السطحي اللغوي للقرآن الكريم لا يطيقون، فما بالك بالغوص في أعماق القرآن. والقرآن يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقبل التدبر لابد من الفهم أولا. قبل التدبر كيف الإنسان يتدبر في شيء لا يفهمه؟ علينا أن نراجع أنفسنا. إذا كنا صوفيين منصفين، العلم أولا. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من علماء السلفية في الكويت، ألف كتابا سماه قضايا الإفتاء، فقال أنه سافر إلى بعض البلدان الإسلامية فوجد هناك الشبان يفتون الناس في الدين وليس لهم نصيب لا في الفقه ولا في الحديث ولا في القرآن، حتى في اللغة لا يفرقون بين المفعول به والمفعول لأجله. لذلك طرحت علينا هذا السؤال في القرآن الكريم. العلم أولا. أعود إلى الشيخ إبراهيم نياس. بقدر النظر نترك قضية التصوف. عندما يعد علماء في إفريقيا فإن اسم الشيخ إبراهيم يأتي في القائمة الأولى. نترك قضية، حتى الذين ينكرون على الشيخ إبراهيم في عقيدته الصوفية ليس منهم من ينكر أنه عالم. فأين نحن من أولى؟ الشيخ عمر التجاني الذي نحن اليوم الناس ينتمون إليه ليس فقط مجرد الشيخ في طريقة، هو عالم كبير ومجاهد كبير، حارب الكفار وحارب الوثنية، فكان شهرته في المغرب بالجهاد أكثر من شهرته كالشيخ الروحي. وعندما نرجع إلى الشيخ عثمان بن فوديو هنا في نيجيريا، فالشيخ عثمان بن فوديو علاوة على أنه شيخ في طريقة القادرية فوصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في هذه الطريقة، كان عالما كبيرا وكان موسوعيا. فما بالك بالشيخ عبد الله بن فوديو الذي يعتبر اليوم عربي السودان، وألف أكثر من 300 كتاب في مجالات وفنون متعددة، في الفقه، في الحديث، في الصرف، في النحو. هؤلاء سلفنا، فأين نحن منهم؟ ونرجع إلى عالمنا اليرباوي. انظر إلى الشيخ آدم عبد الله الإيلوري الذي كنا اليوم كلنا نفتخر به. فعلينا إذا أردنا أن نكون صوفيين حقيقيين أولا أن نتمسك بالعلم، هذه النقطة التي أثارها الدكتور. فالعلم أولا، العلم أولا، وكل ما بني على العلم سيكون بناؤه بناء مستقيما. وكما قال الدكتور تيماني قبل ذهابه أن نعيش حياة متوازنة. لا يمكن للإنسان الجاهل أن يعيش حياة متوازنة، لأن الجاهل لا يخلو من أحد الأمرين، إن لم يكن مفرطا يكن مفرطا. لا يمكن أن تخلو، إذا كنت جاهلا لا يمكن أن تكون خاليا من الأمرين، إن لم تكن مفرطا تكون مفرطا، وكلا الأمرين سيء. كما يقول العرب يقولون إن الفضيلة بين رذيلتين، الفضيلة بين رذيلتين، البخل رذيلة والإسراف رذيلة وبينهما الفضيلة. كل شيء الفضيلة بين رذيلتين. الإنسان الجاهل كيف يعرف اليمين من الشمال؟ لذلك تجدون كثير اليوم ينتمي إلى طريقة اليوم، فإذا وجد واحد عالم في طريقة أخرى وجاء ببعض الآراء مباشرة وبكل سهولة يقنعه فيخرج من هنا إلى هناك، لأنه لا يعرف أساس ما يقوم به. أيها الإخوة الكرام، عندنا محاضرتان أخريان، لكن قبل ذلك فأريد إذا وجدنا من يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل أن ننتقل إن شاء الله إلى المحاضرة التالية. نعم؟
لأن نجد من يحاول. يقول القرآن هذه فقط عبارة عن رياضة عقلية، رياضة لعقول المستمعين كما كنا نفعل في الورشات العلمية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فقد وجدنا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر زوجين. إن خفتم شقاق بينهما، بين من؟ بين الزوج والزوجة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا عندنا حكمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا. إذا العرف هنا للتثنية يعود إلى من؟ هل يعود إلى الزوجين أم يعود إلى الحكمين؟ إذا قلنا بأن العرف يعود إلى زوجين يا شيخ، إذا كان الزوجان يريدان الإصلاح والحكمان لا يريدان، مثلا أنا زوجت إنسانا ببنتي وحدثت مشكلة بينهما والرجل يريد زوجته وابنتي أيضا تريد، وأنا قلت لا أبدا لا ترجع ابنتي إلى، هل يمكن الإصلاح؟ لا يمكن. إلى زوجين إذا كان الحكمان لا يريدان الإصلاح هل يمكن؟ وإذا كان الحكمان يريدان الإصلاح ولا يريد زوجان هل يمكن؟ لذلك قال البلاغيون ولا أقول مفسرين، قال البلاغيون بأن الضمير هنا يعود إلى الطرفين، الزوجان طرف والحكمان طرف، إن يريد إصلاح يوافق الله بينهما. وشكرا. الجلسة هنا جلسة صوفية ليس جلسة بلاغية، وإلا لاستدعوت رسول البلاغة ولا حضر روحه هنا حفظه الله وراه. نعم. إن شاء الله دعني أطرح سؤالا آخر. تعرف القرآن كتاب جامع للعلوم. القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب جغرافيا وليس كتاب الزراعة، ليس كتاب الاقتصاد، ولكن كل شيء في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن أريد هناك نقطة أريد أن أثبتها هنا. اللغة هي آلة والمفتاح الذي بها نستطيع أن نفهم القرآن. لا يمكن. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال بأن اللغة العربية هذه جزء في الدين، لأن ما لا يقام الواجب إلا به فهو واجب. كيف تتمكن من تفسير القرآن دون أن تتوغل، دون أن تتعمق في فهم النحو ولا الصرف ولا البلاغة؟ هؤلاء هم الذين يظنون بأن كل أمر ورد في القرآن الكريم فهو أمر إلزامي، وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 30 بل أكثر من 40 دلالة للأمر. إذا كان كل أمر ورد في القرآن الكريم كل أمر إلزامي، هل تقول لنا بأن كل ما جاء أمر في القرآن الكريم لابد أن نلتزم به؟ والله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، وهو أمر. والقرآن يقول: باشروا على هذه مباشرة واجبة. إذا كل ما لم يباشر في الليلة رمضان فصومه غير مقبول، إذا كان هذا هو تفسيرك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. هل الصيد واجب على كل من كان محرما بعد تحلل؟ لذلك الذي يفسر القرآن لابد أن يتصلح بالآليات اللغوية أولا. إذا السؤال الثاني: لماذا قدم الله سبحانه وتعالى في سورة النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة؟ هنا قدم الله سبحانه وتعالى البنون على المال، قدم البنين على ايه؟ على الأموال، لأن القناطير المقنطرة هي الأموال، فقدم البنون هنا على الأموال. وفي سورة القاف قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قدم المال على البنين. لماذا تقدم هنا
للبنين على الأموال، وهنا تقديم الأموال على البنين. سنأتي إن شاء الله إلى الإجابة.